الله أعزائنا المشاهدين، وعيشوا معنا رمضان وحلقة جديدة من سوالف رمضان. خلينا نتعرف على ضيفنا لليوم. الحين ولد الناقة وش يسمونه؟ ولدها ابن الناقة. الحين ولد الناقة ابن الناقة. عقود. قعود. دامك تباها علامك علاها بعد شبدية خلفهم يا هند. طوني الشمري اشتهر بطريقة كلامه باللبناني والسعودي. لا بتعرفوا اني انا صقار. سداح الله يقلع ابليسك. تميز طوني بتقليده للهجات السعودية. وشنو حق تقلب تهذبان؟ اك ما تبى تصدق الهرج، انت حر يا واد، لكن كيفك خلك انت في ذاك وانا في ذا، بس ما قلت برك حامد. طوني له طريقته الخاصة بإلقاء الشعر. ابوس خشمه وانشده ويشلونه ومحبتي له ما وراها طماية. يا زين شب النار في جرم رمثه، ويا زين حمسل بالله جمر الرمث، ويا محالة مجلاسنا برد دمثه. نرحب بضيف سوالف اليوم طوني الشمري. زي ما شفتوا أعزائنا المشاهدين ضيفنا توني اهلا وسهلا عيوني الشمري. يا بعد حي والله. تركيبة غريبة، توني لبناني ولكنه ابن شمر. اي والله والنعم فيني فيك. والنعم فيك طبعا. ابغى اعرف، يعني خليني كده نعرف الناس شوي. انت اصلا تربيت وعشت في لبنان؟ اي صحيح. طيب وبعدين جيت على السعودية وانت كبير. وانا كبير. ايه الحمد لله. يعني الانسان اذا صار من الاشياء اللي بيحمد الله عليها اذا كان مسلم وسعودي. الحمد لله. اذا كان سعودي بيحمد الله طبعا. والله العظيم. واحنا مبسوطين كثير اليوم بتواجدك، وشخصيتك جدا محبوبه. توني شرويكي. ويعني مهما كان او مهما الواحد راح وجاي يظل الشخصيه والحب من الله، دائما نقول والقبول من الله. فتوني عندك مقطع مشهور جدا، انت طلعت في لقاء كويتي اتوقع. صحيح. وكان في مقطع جدا شهير، خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نعلق عليه. يعني أنت الحين تعتبر واحد من عيالي الصغار، من عيالك الصغار، فاليوم أنا أعرف أنت شو بس تقول. ممكن يكون الكلمة اللي أنا أقول لك إياها بعقله مش تجرح يعني تجرح من يسمعها. أنا أعنيها وأفهمها شو هي أكثر منك. الكلمة اللي أنا قاعد أقول لك المفردات التي قد لا تليق لذائقة المستمع. لا تليق ولا لا تليق؟ شنو الفرق؟ الفرق خربتها. لا ما خربتها. بلا لا. باللغة العربية أغطك بالبحر وطلعك ناشف. لا تليق. إيه؟ لا تليق. إيه؟ الكلمة هي التي لا تليق. أنا بتمنى منك شغلة بس، يقول إنه تنطق الكلام صح. بالعكس هي إشكالية. أنا أتحداك باللغة العربية. تحداني باللغة العربية؟ إيه نعم. الفصحى. إيه؟ تفضل. يلا أنت تكلم وأنا أتكلم. أنت بلش، أنت اللي متحدي. أنا كنت 8 سنوات مذيع أخبار. أنت كنت دائما اللي بيهايط بالسي في هيدا ما عنده إلا زعاوي. يعني إحنا ما نهايط. لا أنت مشحوم، أنا بقصد أنت. إيه؟ شنو مشحوم؟ يعني شو اسمه؟ محشوم قصدك؟ إيه. ليش تقول محشوم؟ شو؟ مشحوم. كيف؟ أنت ما تعرف تتكلم باللهجة، شلون تتكلم اللغة العربية؟ والله هيدا شيء بيخصني. والله من ناحية مهنية أنا أحييك الصراحة، من ناحية شخصية أنا أحييك، من ناحية مهنية أنا يعني مستغربة الصراحة من المذيع واللي يقول أنا مذيع أخبار 8 سنوات طالب الشريف. طالب الشريف. قال لا تليق. يقول لا تليق. يعني ما أعرف أنا، يعني أنا ماني مدرسة عربي، لكن كلنا درسنا عربي وقواعد. هايدي 8 سنين راحت على الفاضي، آخر شيء لا تليق. والله أنا يعني ما أدري، لا تعليق، لكن والله عجبتني. أنت كيف يعني أنت بسم الله عليك توني، أنت أول شيء صغير بالسن وطالع في هذا اللقاء مع مذيع في قناة رسمية، فكيف جتك الجرأة أنه أنت تتواصل معه وتتكلم كذا؟ والله شوفي، أول شيء توفيق من الله. أوكي. هاي نقطة. النقطة الثانية، الإنسان إذا كان له حق ما بيسكت عن حقه. طبعا. فهو لما أنت اجيت تتهجم، أنا ضيف عندك أول شيء. صح. تجي تتهجم على ضيفك، يعني مو عيب. من عادات العرب أبدا. العرب الأصيل بيحترم ضيفه شو ما كان الضيف. الشيء الثاني، لشو بتستضيفني وانت تقول انه عندك الفاظ لا تليق؟ طيب اذا الالفاظ كانت لا تليق، انت
انت هلا عم تناقض نفسك لما استضافني بهالبرنامج. فهمتي هاي الفكره. فحتى كان في شد بعد اللقاء يعني. بعد ما خلصتوا اللقاء بعد ما كان في خلصنا شيء؟ خنقنا والله. هو كان لقاء مباشر؟ ايه كان لايف. كان لايف. ايه. طيب يعني انا والله واتفق معه، ما ادري تتفقين يا ريم ولا لا. دائما في الوسط الاعلامي انا دائما يعني تعليقي اللي اقوله انه من العيب زي ما تفضلت انه انت تفرد عضلاتك على ضيفك، ولا لا يا ريم؟ انا ما احب انه الضيف يتهاجم، دائما الضيف زي ما قلت انه يتعامل بحدود المهنيه وزي كذا، انه ما انهى حتى لو اني مختلفه معاك في الراي، ما غير متقبله لمحتواك وات ايفر، بس انه زي ما ذكرنا الاحترام لازم يكون موجود والمهنيه. ابغى اسالك عن حبك للغه العربيه وللشعر تحديدا وكتابه القصائد، انت كيف عندك هذه الملكه؟ والله شوفي اللغه العربيه الفصحى هي ثقافه عقليه. يعني ثقافه بالعقل على قولتهم، عرفتي؟ فدائما اللغه العربيه الفصحى هي اكثر واكبر شيء مغذي للعقل. يعني انت في جيناتك كذا، يمكن عشان الوالد يكتب قصائد فانت طالع للوالد تكتب القصائد هذه وما شاء الله والشعر وشاطر في اللغه العربيه، ولا انت نشأت في بيئه في مدرسه مثلا كنت تحب اللغه العربيه؟ والله شوف المدارس السعوديه مدارس قويه جدا من ناحيه لغه عربيه، من ناحيه تعليم، كذلك يعني البيئه يعني بيئه شعريه، ابوي شاعر. اي بس انت بيئتك انت نشأت في بعلبك. اي خلينا نشأ ببعلبك. لما اجيت على السعوديه انا كنت جيت كبير انت السعوديه. انا متعلم ببعلبك، حلو مزبوط بالبدايه، لكن لما يتعلم الانسان بسن البلوغ بيكون وعيه اكثر من لما كان صغير. انا تعلمت بالسعوديه شيء كثير، ومنها اكتشفت موهبتك في كتابه الشعر. ايه كتبت شعر وكتبت بحفظ قصايد كثير، بهتم باللغه العربيه الفصحى كثير. طب ادينا قصيده من كتابتك. والله شوفي انا كل قصيده لاي شاعر تكون حلوه هاي بعتبرها الي. اسمح لي اي شاعر بقول قصيدته انا بعتبر هالقصيده انها الي انا. من شاعرك يعني المفضل؟ شاعري المفضل خلف بن هزيل العتيبي. الله، أصرهم بالشعراء. وتحفظ له شيء؟ ايه. طب يلا تفضل سمعنا. يقول الشاعر خلف بن هزيل العتيبي والنعم فيه، يقول: ابوس خشمه وانشده ويشلونه، محبتي له ما وراها طمايع، اقدره واشاركه في حزونه، واثره عدو اللي خبيث الطبايع، فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع، اكحل عدوك لين تعمي عيونه، والبس له اغلى اللبس لو كنت جايع، لو عشت عمر شعيب وانت بمهونه ضايع، وما تقضي من العمر ضايع، العز يوم ويغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، واللي لقيت اهل الدهر يشتكونه، لا تشتكي دهرك على كل صايع. وسلامتكم. صح لسانك، صح صح لسانك، صح. ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هذا الجمال، وش بحب هالإلقاء. بحب ألدو أنا خلف. لا هو رهيب يعني. ايه. ما في ما يختلف عليه اثنين يعني، حتى يعني دائما قصايده قويه ايه. وكمان تقليد خلف بن هزيل يعني شاعر الوطن صعب وكمان فخر لاي واحد بيقلده. اكيد واحنا مستمتعين جدا معك بالحديث توني. بس اذا تسمح لي والمشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم. ومكملين معكم مشاهدينا سوالفنا مع طوني الشمري. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. اهلا وسهلا فيك. يعني شاعر وشاب لسه في مقتبل العمر. كمان عندنا معلومه طوني، تتكلم اكثر من لهجه. وش اللهجات اللي تتكلمها وتتقنها؟ بكل دوله عنده لهجه واحده، الا السعوديه كل 200 كيلو عنده لهجه جديده. وشنو حق تقول متذبل؟ ابك ما تبى تصدق الهرج، انت حر يا واد، لكن كيفك خليك انت في ذاك وانا في ذا، بس ما قلت لي ورك حامد ايش قومك ورب الدين ابو رحم، الان طريقه مزفلت يا الصمون دقيقه. شفت انتني؟ ما شفت اناها. اطلع فاصل. ما شاء الله عليك. طب انا اللي مستغربه منه انه مع اتقانك كل اللهجات السعوديه وبتقول الشعر الفصيح النبطي ومتقن اللهجه، طب انت في كلامك العادي ليش ما تركت اللهجه اللبنانيه وتكلمت بلهجتك الاصليه اللهجه السعوديه؟ والله شوفي انا صرت من كثر ما انا بحفظ بتعرفي لما جيت احفظ الامثال واللهجات حفظتهم بوقت واحد.
فصار عندي ايرور او شو اسمه، ما بعرف بالانجليزي كثير، فتلخبطت كل شيء. يعني مثلا في مثل بحبه كثير بيقول اللي ما بيعرف الصقر حامض عنه يقول. لا مو ها؟ لا 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 حافظ. لا يوفي عدو. اللي ما يعرف الصقر شوي يا طوني، ايش شوي. دعوه؟ لا. الحين قايل لنا قصيده خلف بن هبال وتقول لي اللي ما يعرف الصقر لا حامض هذيك عنه اللي ما يقول. بيطول العنب يشوي. لا شو وهيك مخرجنا وين؟ صار عندك ميكس في المواضيع. ايه في فصرت يعني جمعت كل هالاشياء وحطيتها بمخي فتلخبطت مع بعض. حلو. لا بالعكس والله، يعني انا قاعده اشوف شخصيه جميله وان شاء الله راح يكون لها حضور. مو راح يكون، انت لك حضور اوريدي، الحمد لله. ولكن ان شاء الله نشوف لك حضور اقوى واقوى في المستقبل. توني انت كم لك قلت لي راجع السعوديه؟ كم لك؟ من 2014. 2014. طيب وش الاشياء اللي يعني خلينا نقول من عادات وتقاليد؟ انت قلت قبل شوي يعني جمله منطقيه انه كل 200 كيلو فعلا في عندنا لهجه، صح. فالعادات والتقاليد شلون معك؟ السعوديه قاره، الواحد لما يجي بده يقول الحق، السعوديه قاره. كل مدينه بالسعوديه تعادل دوله بالعالم. كل مدينه فيها عادات مختلفه عن المدينه اللي بجنبها، هن جيران. حقيقي يعني بتجي لاهل حائل بتلاقي عندهم سيمري، بتروحي للجوف بتلاقي عندهم دحة. فن شعبي. صح. الله يعني منه فن ثابت لمدينه واحده، لا. بتجي للرياض العرضه النجديه، بتجي للجنوب ازوعي. يعني في اشياء رهيبه. فكمان العادات بتختلف، عادات وتقاليد يعني كثيره. يعني اكبر معلم دوله السعوديه انا من وجهه الله نظري. طبعا السعوديه غنيه بتراثها اي والله. وغنيه بالعادات والتقاليد الجميله الحلوه اللي عندنا. ايش رايك في علوم المرجله اللي يقول لك الرجال ما يبكي، الرجال ما يطلع دموع؟ الرجال اذا الرجال هو مخلوق بشر. يعني البشر بيبكي، بيفرح، بيحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكي. شو وين ما لها شغل المرجلة. بس انت عادي، انت في احدى البثوث بكيت. لا تأثرت وبكيت. لا اجل ايه؟ لا بتعطي انا بمثل. يعني هذا كان تمثيل؟ ايه. يعني انت ما بتطلع للناس بشخصيتك الحقيقية يا طوني؟ والله لا، بطلع احيانا واحيانا لا. ليه؟ مع انه شخصيتك الحقيقية حلوة تجنن وما شاء الله ملم بالعادات والتقاليد واللهجات السعودية. ايه بس احيانا بطلع بدي موضوع ثاني يعني بعيدا عن اطار شخصيتي، فبطلع من الموضوع. لكن سالفه انه بكيت لا، كان مقلب يعني. هذا كان مقلب؟ ايه بس بتمنى انك صدقتي المقلب. لا صدقت. كلميهم يظبطونا بالتمثيل. عندكم ست نضال الاشقر ملكة المسرح اللبناني اتدرب عندها يا طوني. لا ما يحتاج، انا سعودي. انا ما عندي مشكلة، بس اتكلم على المسرح. سعودي بتقل اللهجات كلها. ادخل اللهجات بس في التمثيل. حتى بالتمثيل. خلاص اذا حياك في المسرح. خلاص هذه ريم طبعا يعني الان صايره ملكه المسرح وصايره مناصره المسرح، فعندك نجيب توني معنا. عندك تم ولا بقطع هرجك على متمه. تم خلاص دن، وانا شاهده والمشاهدين شاهدين. اكيد المشاهدين حابين كمان يشوفوك كذا يعني. توني طيب خلينا يعني ندخل في او نكون شوي منطقيين. من يوم ما جيت 2014 الى اليوم، شو المواقف اللي تتعرض لها؟ هل في مواقف معينه تعرضت لها محرجه، او في مواقف انت قلت لا انا سعودي والله وجو قالوا لك لا انت ما انت سعودي، انت كذاب؟ والله شوفي، المواقف الانسان احيانا الانسان اذا بيقول الصدق الناس بتعيبه حتى بالصدق. صادق. فيعني الانسان يمشي بطريقه، لما يلتفت لطريق في حدا يمينه او يساره ما راح يوصل. اي فكل انسان بيركز على طريقه. انا ما لي شغل بالناس، يعني انا لما بطلع بالقمه مو منشان يشوفوني الناس، منشان انا اشوف الناس. اي بس انت ردك دبلوماسي جدا، وانا من الناس اللي احب الاجوبه على قد السؤال. انا قلت لك المواقف المحرجه يا توني. يعني صار لي موقف محرج. انا ايش المواقف المحرجه؟ انا متغرب. اوكي. ماني عند اهلي، انا بالشرقيه يعني بدرس هناك. فاجا يوم من الايام بدي احكيها بالسعودي اللهجه. يلا. جاء يوم من الايام جوعان، مليت من المطاعم، فاشتهيت اني اكل من اسر منتجه. طيب قلت
ابدك واحد من اخوياي بالدوام معطيني رقم واحده اسر منتجه، فقلت بتصل عليه والله جوعان حدي. وانا ادق قلت السلام عليكم، قالت عليكم السلام. قلت انا جوعان، قالت وش تبي؟ قلت اي شيء يبيه موجود. قالت إيه؟ قلت والله مشتهي مرقوق وفقع. الكلام هذا بالصيف. قالت توحم يا الغالي. والله العظيم انا ما كملت، رحت نمت على جوع. والله هذا من الموقف اللي صار يعني. وفي الاخير ما اكلت شيء؟ لا نمت بدون يا عشاء، صديت مسكين. نفسي. طب ايه انت بتقولي انك عايش في الشرقيه، بتدرس ايش بتدرس؟ والله الله يوفقك ان شاء الله ويستر عليك. شو والله انا بدي اسالك، شو ما شاء الله عليك الازياء من وين بتجيبون انت ليه بتضيع بدي الهرجه يا يصير- توني؟ بدي يصير بتدرس انت بالجامعه شو تخصصك؟ تخصصي اداره اعمال. حلو، يعني بتدرس في الجامعه، وهذا شيء حلو. فنرجع لموضوعنا. في الجامعه ما صارت لك مواقف؟ بتصير قالوا لك انت لبناني شلون قاعد تدرس معنا؟ كانوا بيقولوا لي دافور، ما بعرف دافور شو معناته. الى الان ما تعرف شو معناته؟ لا، أكيد. بعرفوا مش دعوة. الدافور هيدا اللي بيطبخوا فيه. ايه ما بعرف انا براسي دافور يعني شو بيقصدوا. ايه فطلعت الدافور يعني الشاطر. وانت شاطر ما شاء الله إيه، في الجامعه. ما شاء الله عليك. عاد يليق عليك الله يجزاك خير. والله يليق عليك هذا كذا أنت يعني بشرويكم. مأنتك شكرا. طيب يعني والله انا الى الان ما وصلت للموقف اللي انا ابغاه. ابغى كذا موقف تعطينا صار لك حسيت او مو حسيت، يعني كنت تبغى تشرح او تقول لهم لا يعني الا شوي واطلع لكم بطاقتي يعني. كثير والله بتصير مواقف كثير يعني. اذا انا وريم يقولون لنا انتم سعوديات فيعني هذا احنا نتكلم سعودي، إيه، فانت لا، اكيد يعني تصير لك أكيد. مواقف. شوفي بدي لك شغله، الانسان بيواجه والله بيواجه، حتى لو كان على صح بيقولوا له انت على غلط. أي. فما بالك يعني لما بتحكي لبناني وتقولي انك سعوديه بيقولوا لا ما انت سعوديه. فنفس الطريقه يعني بواجه الشيء كثير. طيب عندنا مقطع خلينا نشوفه. عشنا بزمن تجمع فيه الدية بقيمة 40 مليون لإخراج قاتل من السجن، ويتجاهلون علاج مريض ب40,000. قاتل تصطف معه القبيلة ليعيش، ومريض تتركه القبيلة ليموت. ايش قصة هذا الفيديو؟ ليه جاء عليه الناس فهمتك غلط، او ايش كنت تقصد من هذا الفيديو؟ والله شوفي انا قلت لك قبل شوي انه الانسان احيانا بيكون له هدف معين الناس بتخطيه بهالهدف. انا اللي كنت بقصده يعني القبيله هلا لما تجمع الدية هيدا اجر وما في مشكله، لكن ليش ما بتجمعه للمريض؟ يعني اذا كان في مريض يعني من فشل كلوي نفس ما جمعته للي قتل الله يتوب عليه، طب اجمعوا للمريض اللي فيه فشل كلوي اللي ترى عندنا منصات، عندنا احسان لا وعندنا احنا هذا. بغض النظر عن المنصه، المنصه هذه يعني الدوله حطتها الله يجزاها خير، الدوله مو مقصره ابدا، لكن بتكلم نفس الوقفه وقفوا مع المرضى اللي يعانوا بالفشل انا كان سبت المقطع هذا تدري شو؟ سبت المقطع واحده فيها فشل كلوي، والله ارسلت لي قالت ما حد وقف معي. متبرع، لقيت المتبرع لكن ما في حد يعمل بفلوس. فانا اتكلم يعني هي لو توصل الدوله ما راح تقصر طبعا، بس انا اتكلم انتم كلحمه بينكم نفس ما وقفتوا مع هذا اللي الله يتوب عليه قتل، وقفوا مع اللي فيها فشل كلوي. فهذا هذه كانت وجهه نظري انا. اكون مخطئ، اكون مصيب، الله اعلم. وفي ناس فعلا ممكن يكونون محتاجين مثل هذه الاشياء وما يكون عندهم علم يا ريم باحسان او الطريقه الصحيحه، او ممكن يكونون فعلا جاهلين، او يعني مو كل الناس زي بعض، مو كل الناس تمتلك السوشيال ميديا، مو كل الناس تمتلك هذا في ناس يجهلون، يعني مثلا كبيره بالسن لا جوال، واللي ما عنده بنات ولا عيال. في حالات، احنا نتكلم عن الحالات الخاصه ونتكلم بشكل عام الكل عارف والكل فاهم. في حالات قديمه، في حالات يعني في ناس كبار بالسن ما عندهم الجوال ما يعرف يفتحه 100%. 100% توني.
وبالعكس هذا واجبنا وواجب كل المؤثرين والإعلاميين اللي موجودين على الساحة وعندهم قاعدة جماهيرية أنهم يتكاتفون ويعززون يعني خلينا نقول المحبة للغير والتكاتف صحيح. المجتمعي. صحيح. توني بنكمل كلامنا، لكن مشاهدينا انتظرونا المواجهة مع توني الشمري بعد الفاصل. توني الشمري في المواجهة، مستعد؟ أكيد. نبغى منك أجوبة مختصرة، حتكون مجموعة أسئلة، نبغاك ترد بكل شفافية وبسرعة بدون تفكير. تمام. أول سؤال توني، اسمك الحقيقي؟ محيا الشمري. اسمك الكامل؟ محيا مثقال الشمري. ونعم. نعم فيك. السؤال الثاني، كيف علاقتك مع أخوانك وأخواتك؟ جدا حلوة. السؤال الثالث، إلى الآن من 2014 وإلى الآن أنت بالسعودية وما زلت متمسك باللهجة اللبنانية. حلو. هل هذا يعني التمسك باللهجة اللبنانية عشان الشهرة وعشان الكاركتر ولا في أسباب أخرى؟ والله هو كاركتر محبوب، الكاركتر اللبناني. يعني حتى حبيب الحبيب قبل فترة مثل لبناني ضرب فحلو لما تضيف شيء على شيء، ثقافتين من بلدين مختلفة تجمعها تصير حلوة. هاي يعني جذب المشاهد. بكل صراحة نحن كمشاهير البرامج هاي كلها من شين المشاهد. يعني أنا لما أنزل مقطع بدي مشاهدات على المقطع طبعا. لا شو بنزله، إذا ما في مشاهدات لا شو بنزله. هاي باختصار. يعني عشان الكاركتر. لا هو كاركتر يعني أنت في حياتك الطبيعية تتكلم لبناني؟ والله أحيانا هيك وهيك. ما شاء الله عليك. طيب توني، لو خيروك وقالوا لك تعيش بلبنان ولا السعودية وين تختار؟ السعودية. وين بأي مدينة؟ والله حايل. حايل. حايل بعد حي. يا بعد حيل. وكمان بدي لك شغله، السعوديه فيها امان منه موجود عند اوروبا كلها. يعني كريستيانو بحياته ما طلع الساعه 12 بالليل، اجى عندنا بالسعوديه صار يتمشى بالليل. جورجينا زوجته تتمشى بالليل ولابسه الماز ولا ما حدا بيجيها. كان عندهم هناك سرق ونهب، لكن الحمد لله حنا بامان، فكل واحد بده الامان. الامان السعوديه. ما تخاف بكلامك هذا تخسر جمهورك اللبناني؟ لا، هني الجمهور اللبناني واعي كثير، بيعرف انه هالشيء صح. لما تيجي تتزوج، انت توك صغير، بس لما تيجي تتزوج هل تتوقع انه في اشياء راح تاثر على زواجك او ارتباطك من وحده شمريه مثلا او مثلا سعوديه بشكل عام؟ لا. ليه؟ الانسان بيعامل باخلاقه. اذا كانت اخلاق الانسان حلوه والانسان علمه غينم وهيك، الكل بده انه يكون. يقول لك هذا والله يتكلم لبناني ولا عايش في لبنان؟ هذا بحكي سعودي من هالحين. ها وش واقعك هذا؟ خير يا بعد حي والله. ايه. هل عندك استعداد لقطع الشك باليقين؟ لأنه في كثير ناس على السوشيال ميديا تتهمك أنه أنت لا والله هذا يعني الكلام اللي أنت تقوله غير صحيح، أنه أنت ما أنت بسعودي، وأنه أنت تشاركنا اليوم بطاقة أحوالك. والله المشكلة جوازي بالسيارة. جواز ولا بطاقة أحوال؟ جوازي معي بالسيارة. ما معك بطاقة أحوال؟ إلا معي. ما عندك توكلنا؟ عادي توكلنا. طب تقدر تفتح بالجواز. طلعنا على الشاشة؟ اي عادي. الله لا يوفي عدوك. ممنوع. عادي غطي الرقم، نبغى الاسم بس. لا بس صورتي مو حلوة بالأحوال. ما حد صورته حلوة بالأحوال. هاتوني. هذا من ضمن المواجهة. والله ما عندي مشكلة، بوريك بعد البرنامج. لا مو أنا، مو لي أنا مصدقتك للمشاهد. والله بدي لك هي المشكلة لو إنه مو خصوصية. إيه. يعني المشكلة إنه جوازي معي بالسيارة. حنا وش نبي بجوازك الحين؟ أنت أخضر واضح. أوكي. يعني أنت تتهرب من هذا السؤال؟ لا والله ما أتهرب الصراحة، تبين الصدق. إيه. والله سعودي ويا رب لك الحمد ومبسوط، ولو يعطوني الدنيا ذهب ما طلعت من السعودية. طب ورا ما لبست ثوب وشماغ اليوم؟ والله شوفي عند اللبس
ما يفرق. ما يفرق الانسان يشوف. بقول شغله، اي السعودي باخلاقه، اي السعودي باخلاقه، اخلاقه عاليه جدا. اي ليش ما لبست؟ ما ينتقدونك اذا انت ما يعني لابس لا بدلة والله ما في انتقاد، لانه ثوب وشماغ والعقال مايل والله شمامره لازم. اي ميل عقالي مرات، بس طبعا. بس والله تعرفين المصري لما يجي يمثل دور خليجي ما اعرف البس، يعني ما اعرف البس. قد جربت؟ لازم توريني صوره توني. جربت والله. لازم توريني صوره، اذا عندك صوره ابغى اشوفها. ابشري والله. انتهت المواجهه، يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم. ثاني خليني أسألك عن عالم السوشيال ميديا، بما أنك مشهور في هذا العالم، عندك أصدقاء في الوسط حق السوشيال ميديا؟ هل هم يحاربونك؟ هل هم معاك؟ هل هم بيدعموك ولا لا؟ ولا بتجد صعوبة إنك تتوافق معهم؟ والله شوفي، في شخص ظلمني بالسوشيال ميديا، ويعني هو الشخص الوحيد، يعني كنت بعرفه كثير وكان بينا صداقة وهيك، يعني هيدا من بقية العلاقات مع المشاهير بالسوشيال ميديا حلوة جدا. فهو اللي ظلمني، لكن فوق ما انه ظلمني انا مسامحه، بس لحتى ما اشوفه بالاخرة. بس هو ظلمك كيف؟ انت لما تقول ظلمني، ايش قصدك بكلمة ظلمك؟ يعني ظلمني باشياء تكلم فيها بالسوشيال ميديا وهيك، وانا الاشياء انا ما لي فيها، فقلت فيها القصيدة. قول. يقول: ارقد عسى نومك يجيها الكوابيس، ارقد عساك بنومتك ما تهنى، عساك ما تلقى رفاقه موانيس، وتضيق فيك الارض منا ومنا، وتعيش بالعالم مثل عيشة ابليس، عيشة كريه في حياتهم عنا، تظلم عليك الدنيا وتظلم عليك الارض، وبيدك فوانيس، والكل في حزنك ضحك ثم غنى. يا ساتر سلامتكم. يا ساتر، يا هذا كله ومسامحه؟ مسامحه ولا لا يوفقه؟ صح لسانك. صح والله بدل. والله يعني معجبين كثير بشخصيتك توني، ومبسوطين كثير بتواجدك اليوم وقبولك الدعوة. كلمة أخيرة تحب توجهها اليوم من خلال برنامج سوالف رمضان، وش تحب تقول؟ والله في كلمة، هي قصيدة، اليوم الخفوق كله شعر، الكلمة هي قصيدة قصيرة شوي. وهذه القصيدة توجهها لمين؟ وجه للناس كثير. يلا تفضل. ناس كثير يحبوني أنا. تفضل. أقول: سويت نفسي ما أشوفك وأنا أشوف، عفيف نفسه من حياة يتصدد، واسرق لك النظرة هبي منك الطوف، شوف فرحتي في قوت يومي تجدد فيني، أنا أدري ما أنت ملزم ومكلوف فيني، أنا أدري ما أنت ملزم ومكلوف، ومن جرب الحاجة فزع ما تردد، عن لقمة العيشة يحاصرني الخوف شجاع، والدنيا بوجهي يتهدد، عطوف جدا واكره أكون معطوف، الموت أهون من عيون التودد، أمسح جزم جالس لو الرزق يوقوف، ومع كل مسح الحزن فيني تمدد، صغير والدنيا علي تكبر بأوف، واضحك واشوف الامنيات تتلدد، صديقي يا الانسان من مر بظروف، ما هو بلايم كل عفيف يتصدد. وسلامتكم. الله الله، صح لسانك يا توني. بس. وحي الله محيه هذا مثقال الشمري. يا بعد حي. والنعم فيك. والنعم فيك. شرفنا فيك اليوم، سوالف كانت جميلة جدا، وشكرا على هذا الوقت، وشكرا على هذا اللقاء اللطيف. شكرا جدا بلطفك يا توني. شكرا. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في سوالف جديدة وضيف جديد، في امان الله.